مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، نثق فيكم. إذا أنصار النصر يبدو أنهم تنقلوا من كل مكان إلى هذا الملعب لمتابعة هذه المباراة الكبيرة الكلاسيكو. قبل بداية هذا الاستوديو أنا والكابتن سلطان التقينا مع واحد لبناني مشجع جاء من لبنان لكي يتابع النصر وكتب قصيدة وغناها وأسمعنا القصيدة. النصر عنده أنصار في كل مكان. هذا المدرب. إذن نريد أن نعرف منك كابتن، أنت المواطن، عبد الرحمن عبود يستبعد ثم يعود ثم يأتي المدرب الجديد ويبعده ويقول باتفاق مع الإدارة، الآن يعود مرة أخرى. ما الذي يحدث؟ لغز هذا اللاعب مسكين. أعتقد أنه استبعد ممكن رأي المدرب الماضي الأول. نعم، عدم انضباطية، وهذا الشيء سهل. الآن المنتخب السعودي بحاجة إلى حارس بعد إصابة العويس. إذن عملية أنه وجود أيضا العقيدي بمرمى النصر يجب أنه يقدم مستويات أكبر، يجب أنه يظهر بشكل أفضل مثل ما ظهر ببداية الموسم. تعرض إلى بعض الإخفاقات، إلى بعض الدروبات بمستوى، لكن مع ذلك هو حارس شاب يعتمد عليه بالمستقبل القريب. أما المعيوف فأكيد حارس خبرة، مقارنة نوعا ما يعني ما راح تكون متساوية بقدر ما أن المعيوف صاحب بطولات كثيرة وإنجازات وأيضا مباريات يعني مشترك كثير بالدوري، عكس النواف اللي لا يزال يستفاد من عملية ظهوره بشكل مستمر مع فريق النصر. ظهور محترم. أكيد وهو جزء من نجاح اللاعب أنه يكون خلوق ومحترم وملتزم بالتدريبات، خاصة حارس المرمى لما تلعب. ونور وأيضا أعاد شكرا لكم جميعا. إذن سنعود بين الشوطين، لا نعطيها الفرصة لمعلقينا. فارس عوض إذن ومحمد حسين اختاروا المعلق والقناة، لكن يبقوا معنا في هذا الاستوديو فقط على SSC كلاسيكو الاتحاد والنصر. ووسط حضور جماهيري كبير جدا في عروس البحر الأحمر هنا في جدة في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بانتظار ضربة البداية لشوط المباراة الأول لهذا اللقاء، المباراة المؤجلة من الجولة 17 في بطولة الدوري. نشاهد هنا المدرب كاسترو والذي يقول بأنه سيبدأ بتشكيلة هجومية أمام المدرب جاياردو. انظروا إلى هذين ويا للذكريات التي تعصف بنا في هذه اللحظة. تراستيو في إشارة للفريق الذي يريدونه إكمال مهمة ضربة البداية شوط المباراة الأول لهذه القمة، لهذه المواجهة الكلاسيكو الذي يحمل الرقم 98 في تاريخ مواجهة الفريقين الأيمن. لكن الكرة أيضا بتتخلص، تعود بعد ذلك من جديد في التمريرة، وصلت إلى دون كريستيانو. الكرة تصل مرة أخرى أقصى اليسار، يحاول فيها ساديو ماني، عدى بيرسل كرة عرضية عالية رأسية من تاليسكا، لكن الكرة أيضا بتتخلص. كنت أتكلم عن التشكيلة، الكرة تصل إلى ساديو. النصر يريد أن يتقدم، النصر يريد أن يسجل. الكرة العرضية تاليسكا رأسية كريستيانو، لكن الكرة أيضا بتتخلص. والكرة بعد ذلك موسم بفارق 22 نقطة عن المتصدر. يا للبطل الذي تراجع كثيرا. الكرة تصل إلى كريستيانو في مكان بيلعب الكرة، لكن الكرة أيضا بتتخلص عن طريق حسن كادش. لبيرسل كرة، يريد النصر أن يفرض أسلوبه. كريستيانو هدف أول، لكن هناك راية يا كريستيانو، هناك راية يا كريستيانو. عرضية كانت من تنس، ما زال كريستيانو رونالدو يريد أن يسجل في مرمى الاتحاد. نعم كان متسللا في اللقطة الماضية، وهو الذي في العام الماضي لم ينجح بفرص قليلة في دقائقها الأولى. الحذر واضح، وتاليسكا تصويبة، الله أوتافيو فيها متابعة مستحيلة. اللقطة فرصة بالضيع، كانت التهديد الأول زكريا هساوي، والتمريرة عادت بعد ذلك إلى روما والكرة إلى بنزيما. تقدم وانتوب، حمد الله عدى، تلاعب مستحيل. الله يا حمد الله، الأمور في طريقها للتسوية، ولكن خارج الملعب فقط.
هنا حمد الله يختار تسويته، يختار طريقته المفضلة في أرضية الملعب. يا عبد الرزاق، يا عبد الرزاق، القضية التي لا تنتهي. شوف السحبة، شوف المرور، شوف التصويبة. الاتحاد يسجل، نعم الأمور في طريقها للتسوية، ولكن على طريقتك يا عبد الرزاق. يا للهداف الذي لا ينسى هويته، يا للهداف الذي لا ينسى قضيته. 1-0 عن طريق عبد الرزاق. الله على المرور، الله على التسجيل. سلطان الغنام يكسب خطأ، وكاسترو يتمنى تحويله. الكرة العرضية العالية رأسية، المتابعة، هناك خطأ يحتسب، وهناك ركلة جزاء. من الذي وقع في الخطأ؟ تبادلوا الأدوار. علي الجامي يسقط، دفاع الاتحاد باللقطة الماضية. هل كان بنزيما؟ هذا علي الجامي. شوف عبد الرزاق، شوف كادش، شوف أنستاسيوس. هذه المباراة التي تأتي كما ذكرت بإثارة مبكرة في الدقائق الأولى. شوف اللقطة، هذه اللعبة محاولة التشتيت من كريم بنزيما. ينتظرون أهدافك هناك، لا أخطاءك هنا يا بنزيما. شايفون الاحتكاك مع علي. الآن كريستيانو ياخذ نفس، يتقدم الآن كريستيانو. الله، لا أحد يضع الكرة في مكانها مثلك أبدا. هدف التعادل يأتي عن طريق كريستيانو رونالدو. النصر يعود عن طريق فارسه، عن طريق هدافه، عن طريق الدون، عن طريق هداف العالم حتى الآن من ركلة الجزاء. الرجل الذي يمنح عائلته كل شيء. النصر عائلته يضعها من ركلة الجزاء، يعدل النتيجة، صارت 1-1. شوف اللقطة، شوف اللعبة. النصر لا يتأخر، بنزيما يتسبب في ركلة. يا بنزيما، هل ما زلت تصنع لكريستيانو حياة الملعب إلى أسد الترنجا؟ الكرة في مكان إلى كريستيانو، هرب كريستيانو، تقدم كريستيانو، صواب. الله، هل كسرت العارضة؟ الكرة ما زالت تاليسكا. النصر يريد أن يقلب الطاولة. النصر كريستيانو وقف، كريستيانو فورمة كبيرة، يتقدم، بيلعب الكرة في مكان إلى ساديو، عرضية وتغيير الاتجاه. لا لا لا، هل هذه ضاعت؟ الأجمل يا تاليسكا. كانتي يطلب الكرة، كانتي يمرر، روما، إيغور عدى، ولكن بعد ذلك لابورت يقطع الطريق والكرة تتحول عن الرؤوس. البحث عن الارتقاء، الكرة العرضية الرأسية لا تأتي، متابعة من فوفانا على الطاير، ولكن الكرة بتتحول إلى خارج الملعب في اللقطة الماضية لمصلحة العميد. 26 دقيقة، يتقدم كورنادو، عرضية، روما يرتقي هنا، ولكن كرة رومارينيو إلى خولات. ما زال الاتحاد موجودا ويريد روما أن يؤكد ذلك. كرة عرضية، عدت، إيغور وقف الكنترول، لكن بترجع إلى فيصل. سقوط حكم المباراة يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ماذا في هذه اللقطة؟ لأن هذه جهة تاليسكا والسلطان. تاليسكا يتقدم، كرة عرضية رأسية لا تأتي يا كريستيانو. طالت اللقطة الماضية. شوف هنا كريستيانو خامسا، الاتحاد سادسا، هكذا المشهد. وساديو يريد أن يعود للمشهد، لكن الكرة بعد ذلك بتتخلص من فابينيو عن طريق لابورت. يريد النصر أن يعود إلى التحكم وإلى استحواذه بالكرة. أليكس تيليس بيرسل له كرة، لو عدى تاليسكا، عدى، صواب. أبو القنابل، أبو القنابل يفجر واحدة هنا من مسافة قريبة في الكلاسيكو، ويسجل تاليسكا. تاليسكا لا يغيب، تاليسكا هنا. المطرب لا يتوقف عن الغناء، لا يتوقف عن الغناء. أغنية الكلاسيكو أحدثوا إصداراتا، أحدثوا إصداراتا. نعم هذه أغنية. شوفوا الاستلام، شوفوا السحبة، شوفوا المرور من يسار أليكس إلى يسار تاليسكا، والإنهاء بيمناه
هدف ثاني عن طريق العالمي، هدف ثاني كان عن طريق تاليسكا. شوف اللقطة، وحيدا يستلم وبعد ذلك يمر من المدافعين ويضع كرة في شباك المعيوب. 2-0. هذا أبو القنابل، أبو القنابل اللي تلس والصناعة. تلس في الجهة اليسرى يحاول مع كانتي محاولة، حظا حافظ عبده، الله الله يا تلس على كانتي، كبيرة هذه. شوف اللقطة، أليكس تيلس، كريستيانو يريدها، بروزو هل ينفذها بشكل قصير إلى كريستيانو، عرضية رأسية، خدعنا كريستيانو، لا والله كريستيانو يرسلها عرضية. والآن فوفانا تعود كانتي من جديد في نص الملعب، الله على الصناعة، روما يا رباه ماذا أضاعت. وليس فقط هنا، الكرة بترجع إلى عبد الرزاق، عبد الرزاق حضر، عدى عبد الرزاق، تلاعب، صوب، لكن الكرة بتتحول. يتعامل فيها اللقطة الماضية وحاول فيها بشكل فردي، ولكن الكرة من جانب عبد الرزاق حمد الله إلى خارج الملعب. ضربة جامي يعود بالكرة إلى نواف، نقلات لاعبين نصر بينهم، ولكن هنا يلعب بالنار أمام من؟ كريم بنزيما إلى روما، ضاعت من بنزيما، ضاعت. غضب كبير، حاول الآن أن يسجل هدفا في هذه اللقطة. كريستيانو يتقدم، كريستيانو بيرسل لك كرة عرضية يتغير اتجاهها وبتتحول الكرة بعد ذلك إلى ساديو. ساديو لاعب على لاعب، الكرة ما زالت معه، عدى، انطلق ساديو، ما زالت الآن الثاني، لاعب على لاعب، ممكن يعدي ممكن يمرر، ولكن روما في الواجب الدفاعي. عبد الرزاق في العودة يقطع هذه الكرة، تعود من كانتي إلى كورنادو، كورنادو إلى كانتي، مر حاول، لكن التغطية تأتي من بروزو، بروزو الله على الخط، ساديو استلم، لكن هناك الصافرة تنهي الحديث لشوط واحد فقط. ما زال هنا، وهنا نشاهد عبد الرحمن العبود اللاعب الذي غاب طوال الموسم، وضربة البداية في شوط المباراة الثاني. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، اللي يرسل لك كرة نواف العقيدي اللي بدوره يرسل لك كرة طويلة وإلى الأمام. تاليسكا استلم، تاليسكا استلام مع الهروب، تاليسكا والتقدم، تاليسكا والمحاولة، ولكن بعد ذلك حسن كادش. هذه اللقطة التي تأتي من حارس المرمى إلى تاليسكا، مر فيها من زكريا، فتح مساحة، لكن التغطية تأتي من حسن كادش في شوط المباراة الأول، ولكنه لم يستغل الكرات القليلة التي وصلت. الآن إيغور كورنادو بكرة عرضية رأسية، الله، هل تؤكد بقائك أم تصعب رحيلك يا حمد الله؟ عاد حمد الله، عاد الاتحاد، لا يمكن للهداف أن يغيب اليوم، فكيف بحمد الله؟ لا يمكن لعبد الرزاق وسط هذه الظروف. غاب دفاع الاتحاد وحضر هجومه، وحضر هجومه، وحضر من يحضر لهم في هذه القمة. إيغور يصنع، عبد الرزاق يقفز، هدف ثاني في الكلاسيكو. ألم نقل بأن القمة تسمح لنا بانتظار مزيد من الأهداف؟ فكيف بالهداف 99 يرتقي، الكرة في شباك حارس المرمى. يا للقمة، يا للقمة، تعادلوا في الكلاسيكو. إيغور انطلق، إيغور بيرسل كرة إلى عبد الرزاق، عبد الرزاق عدى، تلاعب، مستحيل، بنزيما يا رباه، تصدي الموت، وصلت إلى ساديو، عدى، تقدم ساديو، بيلعب الكرة إلى فوفانا، عدى ودار، بيلعب الكرة وضرب في النار، ضرب في النار. سليلان الكرة صارت إلى حمد الله، شوف السرعة، شوف كريم بنزيما، كريم بنزيما إلى زكريا، عدى، بيلعب الكرة، روما، الكرة ما زالت ولكن إلى خارج الملعب. الآن في مكان بها تغيير الاتجاه، تيلس يفكر في التسديد، في التسديد، نعم، كل الأظهرة تنتظر عرضياتها. كل الفريقين، كرة بترجع إلى كانتي، كانتي بيرسل كرة، صارت إلى عبد الرزاق، بيلعب كرة في مكان بنزيما، استلم، صواب، مستحيل يا كريم. هذه كرة جدا في هذا الكلاسيكو، في هذه القمة. يتقدم، بيلعب كرة، ولكن تعتلي العارضة. فرصة كريستيانو ضاعت،
والنتيجة ما زال التعادل الإيجابي بهدف. ساديو اللي يحاول فيها مع روما، ساديو بيرسل الكرة إلى تنس ممكن الكرة العرضية، عرضية رأسية لا تأتي لكن الكرة تسقط، أوتافيو يصوب والكرة إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، تصويبة أخرى، وهذه الكرة البينية وهنا استلامة ولكن فابينيو في التغطية والتحضير. الله على القوة، فابينيو النمر الكبير يكسب ضربة مرمى. سلامات لأوتافيو، اشتراك أيضا كان، وهذا فابينيو اللي يلعب أيضا بخبرته، يمكن ما يكون حامل السرعة إلى لمصلحته لكن يلعب أيضا بخبرته بقوته البدنية. شوف هذه اللقطة، إيقاف الكرة والتحضير عليها وترك الكرة إلى خارج الملعب. في تغيير قادم بالنسبة للنصر، من الذي سيخرج؟ فوفانا، وكأن كاسترو يريد أمره. اليوم حكم المباراة يتأكد بنفسه من هذه اللقطة. شايف هذه اللقطة، هل الحديث عن اليد من جانب فابينيو؟ شايف هنا في هذه اللقطة وهذه اللعبة، والحكم الفار الحكم اليوناني بالتأكيد أنخيليوس، والذي بالتأكيد تحدث إلى حكم المباراة. الآن ستعود المسألة إلى تقدير حكم المباراة إلى يد فابينيو في وجه أوتافيو في هذا التوقيت في لحظة خروج الكرة إلى خارج الملعب. ماذا سيقول حكم المباراة؟ ركلة جزاء يا فابينيو، ركلة جزاء يا فابينيو. إنه لا يصدق في هذه اللقطة، لقطة كانت ميتة لا تحتاج إلى ذلك. والآن كرت النصر الأصفر، كرت النصر الأصفر، كرت النصر الذهبي. يتقدم كريستيانو، الله، لن يستسلم النصر ومعه كريستيانو أبدا. سيلاحقون أمالهم، سيدافعون عن أحلامهم، سيسجلون، سيعودون، سيتقدمون، يريدون كسر عقدة استمرت في السنوات الماضية. الرقم 7 هداف الدوري يعيدهم للتقدم من جديد، يضبط كل أنفاسه وتركيزه في علامة الجزاء ويضع كرة أخرى في مرمى المعيوف. 3-2 3-2 3-2 في قمة الكبيرين. النقطة للتحول تال وصلت إلى أوتافيو، كريستيانو من مسافة قوية، الله، متابعة من تنسكا لكن لعب الكرة تعود مرة أخرى إلى بروزو في الجهة اليسرى. تنس والعرضية رأسية، الكرة تصطدم والكرة تنسكا من لمسة إلى أوتافيو. أوتافيو سيطر في المرة الأولى، كريستيانو والصناعة، تنسكا والإنهاء. يتقدم الآن إلى ساديو، يا رباه، ما بين يمين كريستيانو ويسار تاليسكا. للمثلث ضلع آخر، للمثلث ضلع آخر. اختار اليوم الأهم، اختار الوقت المناسب، اختار الهدف الأغلى، الرابع من ساديو ماني. فرحة كبيرة، فرحة كبيرة في اللقطة الماضية لساديو ماني، واحتجاج أكبر من قبل لاعبي فريق الاتحاد في نص الملعب. شوف اللقطة، شوف اللعبة، صارت 4-2. هذا صدام الرؤوس ما بين أوتافيو وما بين سلطان، وشايف هنا تاليسكا والصناعة، حب يضمنها. قال يا ساديو أنت ما سجلت من فترة طويلة في الدوري. الآن يصنع تاليسكا، الآن مثلث النصر. لا يمكن بالتأكيد سقوط أحد لاعبي فريق الاتحاد أيضا، أو سلطان فرحان مع أوتافيو في نص الملعب في صراع الرؤوس وقمة الرؤوس. والنتيجة 4-2. مشاهدينا متابعين، حكم المباراة يضمن كريستيانو يحاول، لكن هذه تسديدة على عرضية يعتذر من خلالها كريستيانو رونالدو. والبحة هو هداف العام وله مباراة متبقية، والآن يبحث عن الهاتريك. الكرة بترجع لاعب على لاعب، ما زالت الكرة، فتح مساحة، وقف، سيطر، عرض، ولكن الكرة تصل إلى حارس المرمى في هذا التوقيت. إلى تاليسكا، هناك سقوط. حكم المباراة يعطي إتاحة الفرصة الآن. أوتافيو إلى ساديو، 5 يسجلها النصر اليوم ويكسر عقدته التي استمرت
بالنتيجة الكبيرة جدا. 5 من كرة مرتدة هنا، 5 يأتي بها ساديو ماني وينهي بها تماما هذه المباراة. النصر إلى نقاط الثلاثة، هذا اللقاء إلى ساديو ماني الذي يسجل الهدف الخامس ويقسم على الاتحاد في شوط المباراة الثاني. صارت 5. شوف الكرة، سقوط أحد لاعبي الاتحاد، شوف أوتافيو، تحرك ساديو بين المدافعين، الإنهاء. إنه ساديو ماني اختار اليوم الأهم والوقت المناسب والهدف الأغلى بالنسبة لساديو ماني. 5 لا شيء في هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، أو 5 مقابل هدفين عفوا. النتيجة تصبح تعيدنا إلى ما ذكرت، إلى تلك المفارقة. يا سبحان الله، كيف يتغير التاريخ في أول ضمن النتيجة. كاسترو الآن إراحة اللاعبين، تغييرات جملة واحدة، والكرة الآن لتقليص الفارق، لتقليص الفارق. مروان الصحفي لم ينسى له جحمان غريب إلى كريستيانو، محاولة في الدقائق الأخيرة. كريستيانو يصنع الآن، يرسل كرة إلى عبد الرحمن، لاعب على لاعب لو عدى، لاعب على لاعب لو عدى. عبد المجيد الصليهم، الله، كاد جهة اليسرى إلى عبد الرحمن غريب، تحرك كريستيانو، كريستيانو يطلب الكرة، كريستيانو يريد الهاتريك، كريستيانو يتقدم، يصوب، ولكن الكرة بعد ذلك من جديد. أراهم في مكان الآن في التمريرة، عادت إلى بروسو، كريستيانو خذ مكان، كريستيانو خذ مكان، لكن المعيوف يتصد. ما زالت الكرة، يبحث عن مساحة للتصويب، للتصويب، يا رب، حارس المرمى يتصدى لهذا، والكرة تصل، ولكن المدافع، والكرة تعود مرة أخرى. الصافرة تأتي، النصر يحقق فوزا كبيرا